بكم ونرحب بكم من قناة شبكة السلام الفضائية، ومع برنامجنا الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر يطيب معكم اللقاء. في بداية هذا اللقاء الطيب الكريم نتفضل بالترحيب وحياكم الله فضيلة الشيخ في هذا المجلس. أهلا وسهلا، مرحب بك بالمشاهدين. مع مواصلة البرامج التربوية الهادفة، الأخوة والأخوات المشاهدون، في لقائنا اليوم إن شاء الله تعالى نقف مع برنامج يحتاج إليه المستمع، يحتاج إليه المسلم وغير المسلم أن يعرفه، حتى بإذن الله يكون على حالة مما هي ضرورية في بناء واستقامة المجتمع. الموضوع يتعلق بحقوق المسلم على المسلم، وهذا الموضوع من ركائز البناء الاجتماعي في الإسلام، ذلك أنه يحث على التكافل ويحث على مراعاة الشعور ويحث على معرفة أداء هذه الحقوق بمختلف أنواعها. في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نتعرف على هذه الحقوق وأسسها وما تنبني عليه، وكيف يمكن أن تكون دعامة لبناء هذا المجتمع. كذلك إن شاء الله نتطرق إلى جملة مما يساعد على تقوية هذه الحقوق. في بداية هذا اللقاء إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ، كمدخل عندما نقول حق المسلم ماذا نعني بهذا الحق؟ هل ممكن هذا يكون مدخل لتعريف المستمع والمشاهد بهذه الحقوق إجمالا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولفظة الحق من الألفاظ الواردة بكثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تدور لفظة الحق عموما حول الثبات والصدق. نعم. الأمر الثابت والأمر الصادق والأمر اللازم، هذا يقال له الحق. الأمر اللازم يقال له الحق، والأمر الثابت يقال له الحق، والأمر الصادق أيضا يقال له الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوصف ويسمى بأنه هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق، أعظم الحق هو الله جل جلاله، وهو كبرى اليقينيات كما يقولون في الحقائق، الحقيقة التي تتجلى في كل شيء، تتجلى لك في هذا الوجود الذي نراه، والأول والآخر والظاهر والباطن. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الحق لأنه ثابت، ولأنه يتصف بموضوع الصدق واللزوم. ولكن لفظة الحق في الاصطلاحات الفقهية عموما هي تعني الاختصاص. تعني الاختصاص. فعندما يقال بأن والله هذا حق لفلان، أي هذا مختص به من اختصاصه، سواء كان هذا الاختصاص اختصاصا شخصيا أو كان اختصاصا على المستوى الشخصي أو كان ذلك ضمن الآخرين. وعندما نقول بأن هذا حق فلان فمعنى ذلك ثابت له، مختص به، لازم له، وفي نفس الوقت أيضا يلزم الآخرين بأن يراعوا هذا الحق ويحترمونه ولا يعتدون عليه. هذه طبيعة الحقوق، أن هذا الشخص مختص به. مثلا حتى كما يقولون بالمثال يتضح المقال، إذا قلنا بأن هذه السيارة ملك لفلان أو حق لفلان، حقوق الملكية كلها معناها اختصاص، هذه مختص بها فلان. فإذا قلنا بأنه اختص بها لزم مراعاة ذلك عند الآخرين وعدم العدوان عليه. هذا من حيث المعنى العام. ولكن أحيانا ترد لفظة الحق أيضا بمعنى الواجب، ومنها اللزوم. اللزوم الذي نتكلم هو الواجب. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، أي أنه ما يلزمه وما هو ثابت له وفي نفس الوقت هو واجب من الواجبات، هي الأشياء التي يتكلم فيها النبي في الحديث. هذه تقريبا موضوع الحق بشكل عام وعلاقته بالواجب. والواجب هو عموما التزام وإلزام في نفس الوقت. وهذه مصطلحات كلها تقريبا مصطلحات تجدها في الشريعة بكثرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة بعد هذا المدخل هذه الحقوق قد تكون كثيرة،
لكن كتركيز على يعني أهمها، جاء النص من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أنه حق المسلم على المسلم 5، وفي حديث رواية أخرى 6. فلعلنا نتطرق إلى هذه الحقوق ابتداء من يعني رد السلام إلى آخر ما جاء فيها، يعني حقيقة أصول ثابتة، ونعرف أيضا يعني أهميتها في الحفاظ على البنية يعني الحقوقية هذه إن صح التعبير بين الأخ وأخيه المسلم. بارك الله فيكم. الله يجزيك. طبعا بالنسبة لحديث أبي هريرة ورد متفق عليه، يعني هو ورد في البخاري ب5 وورد في مسلم ب6، ويختلف تقريبا الروايتان في حق واحد، وهو إذا استنصحك فانصح له. لم ترد هذه في البخاري، وردت في رواية مسلم. لكن أحب أن أنبه قبل الحديث عن موضوع هذه الحقوق، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحصر حقوقا وبأرقام معينة. يقول حق المسلم على المسلم مثلا 6، أو 3 من كن فيه كان منافقا، أو 4 من كن فيه. غالبا هذه هي القضايا التي تعتبر أهم ما يمكن أن يبنى عليه الحقوق. جميل. لكن يجب أن لا يفهم بأنه هذا حصر، بأنه والله ليست هنالك حقوق غيرها. هنالك كثير من الحقوق، حق المسلم على المسلم، وحق والحقوق الأخرى، يعني حقوق الأخرى أيضا. فمثلا من الأشياء التي لم ترد هنا مثلا حق النصرة مثلا، من أعظم الحقوق أن ينصر المسلم، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذه كلها ترد معنا في عموم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بأهم ما يمكن أن يتشكل في سياق العلاقات الاجتماعية على المستوى الثنائي، أو على المستوى القريب على الأقل في سياقاتنا القريبة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، أي أن تسلم عليه عند اللقاء وعند المقابلة، هذا الحق الأول. والحق الثاني إذا دعاك فأجبه، أي إجابة الدعوة من الحقوق أيضا. وإذا استنصحك فانصح له، وهذه رواية مسلم. وإذا عطس فحمد الله فشمته بالشين، أو فسمته بالسين، يعني بالشين وكلاهما صحيحة. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أو فاتبع جنازته. هذه تقريبا الحقوق 6 التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد. لكن كما ذكرنا هذا لا يدل على الحصر، بدليل أن هنالك الكثير من الأحاديث التي وردت فيها حقوق أخرى يجب أن يلتفت إليها. لكن الحلقة الآن مختصة على الأقل بأنه نحن نتكلم عن هذه الحقوق التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحصر. ولو لاحظت هي يعني أشياء عادية جدا، يعني تؤسس للعلاقات الاجتماعية، تؤسس للحب بين الناس، تؤسس لكسر الروتين العادي بأنه كل إنسان يعيش لوحده، تؤسس للحالة الاجتماعية في أن المجتمع المسلم يجب أن يكون مجتمعا متفاعلا مع بعضه البعض وليس معزولا عن بعضه البعض، ولا يهجر بعضه بعضا. فهذه على كل هي 6 حقوق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. بارك الله فيكم على توضيح هذه الحقوق يعني حقيقة هي بنيان للعلاقة يعني بين المسلم وأخيه، والحفاظ عليها مطلوب أن يراعيه. لعلنا فضيلة الشيخ أن نقف بعد الوقفات يعني ولو على بعضها مما له دور كبير يعني، وخاصة مثلا موضوع السلام مثلا، أو على بعضها مما يستحسن التركيز عليه. وأيضا في موضوع الدعوة، لأن تتعدد الدعوة كما لا يخفى على علمكم الشريف، تتعدد الدعوة، ومنها ما هو يعني لازم، ومنها ما هو أيضا يعني حتى يكون المستمع المشاهد على يعني دراية وفقه بهذه المسائل. الله يجزيك. هو حقيقة هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان الحقوق، وفي تقديري حتى لو وقفنا على مجملها لا يكون في ذلك إن شاء الله حرج، حتى يكون المسلم
يعرف على الأقل ما له وما عليه يعني. فكثير من الناس سبحان الله بعدم علمه بهذه الحقوق أو عدم معرفة الأحكام فيها كما تفضلت، يعني هل كلها الآن هي واجبات عينية ولا هي فيها تفصيل؟ هذا كله من الأشياء حقيقة التي لا بد المسلم أن ينتبه إليها. مثلا الآن قضية السلام. السلام سبحان الله من أعظم سنن الإسلام، أعظم سنن هذا الدين. والسلام اسم من أسماء الله، والسلام اسم من أسماء باب من أبواب الجنة، والسلام شعار الإسلام. فنحن دائما مأخوذ أيضا حتى اسم الإسلام من هذا الاسم اللي هو دخول في السلم كافة. ولذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أفشوا السلام، أفشوا السلام. وهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام فإن ذلك بكل أبعاده. فالإفشاء لا يعني أنك والله فقط ترد على أو تسلم على القريب ولا تسلم على البعيد، أو تسلم على من تعرف ولا تسلم على من لا تعرف. الإفشاء يعني أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، تسلم على القريب وعلى البعيد، تسلم على الجار وعلى غير الجار. بل يتسع الأمر في سياق الإفشاء السلام لما يمكن أن نسميه بالسلام العالمي، يعني تتجاوز حدود السلام إلى دوائر أوسع من قضية الدوائر الضيقة. فإفشاء السلام من مقاصد هذا الدين، يعني مقاصد هذا الدين أن يفشى السلام، وخاصة بين أهل الإسلام. يعني بين أهل الإسلام يجب أن يكون السلم هو إيه؟ السلم هو الحاضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم، ويقول عليه الصلاة والسلام والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فانظروا كيف تسلسلت الأمور. لن تدخل الجنة إلا المقدمة، إنه والله لا بد من السلام. السلام يؤدي إلى المحبة، السلام يؤدي إلى الإيمان، أو السلام يؤدي المحبة، المحبة تؤدي الإيمان، الإيمان يؤدي إلى الجنة. هكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بد أن ينظر الإنسان في هذا الموضوع بهذا الشكل، فإنه أنا والله أفشي السلام بين الناس. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام كي تعلوا. يعني سبحان الله عندما يفشوا السلام في المجتمع يؤدي ذلك إلى الارتقاء، يؤدي إلى نهضة اقتصادية وإلى نهضة اجتماعية وإلى نهضة علمية. لكن عندما تبدأ الحروب يتراجع كل ذلك. فالنبي عندما يقول أفشوا السلام كي تعلوا كأنما يقول لأمته عليه الصلاة والسلام لن تستطيعوا أن تكونوا في المرتبة الأعلى بين الأمم إلا بتحقيق السلام بينكم. ولذلك للأسف الشديد من أكثر ما يهدد الآن المجتمعات المسلمة الاحتراب الداخلي. هذه الحروب التي نراها هنا وهناك ويعمل فيها بطبيعة الحال العدو الخارجي بالليل والنهار، يستثمر فيها ويحاول أن يؤججها تارة بأسباب قبلية، وتارة بأسباب جهوية، وتارة بتفاوتات طبقية، وتارة باستثمار المظالم، وتارة بالتناقضات القومية إلى غير ذلك. على كل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا البوصلة بقوله أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام كي تعلوا، أفشوا السلام تحابوا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تحابوا إلى غير ذلك على كل من الأحاديث الواردة في إفشاء السلام. هذا من حيث أهمية السلام. أما من حيث حكم السلام فالابتداء بالسلام سنة مؤكدة. والله هل أنا يلزمني أن أبدأ؟ الإسلام يحضك أن تبدأ ويحثك أن تبدأ، يقول لك والله هذه سنة مستحبة مؤكدة، لكن يؤكد لك بشكل أكبر على رد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا خلاص هي واجب هنا لأنها تحولت إلى حق المسلم على المسلم، مش كده؟ فعندما يسلم عليك الشخص هما واحد من الاثنين، إما أن تكون فردا فتجيب عليه وجوبا عينيا، يعني إذا ما في غيرك عين الواجب. لكن إذا كان هنالك مجموعة ودخل شخص وسلم عليهم جميعا ولم يخص شخص بعينه السلام، فإذا رد أي واحد من المجموعة فإن الحق قد تم تأديته والفرض قد قام به البعض وسقط عن بقيته. فرد السلام عندما يكون الناس مجتمعين يكون فرضا كفائيا، لكن عندما تكون وحدك يكون هنا فرضا عينيا. دي تقريبا ثم أيضا هنالك تفاصيل كثيرة جدا في موضوع السلام، بحيث يسلم الصغير على الكبير
ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم كذلك الراكب على الماشي. هذه كلها من آداب السلام، من آداب السلام. أختم بنقطة مهمة جدا، وهي أحيانا بعض المجتمعات، أنت في إطار مجتمع واحد فيه مسلمين وغير مسلمين وكذا، كيف تكون الحالة مع غير المسلمين؟ حقيقة هذه من القضايا ربما التي حولها إشكال كبير جدا. كثير من الناس يعني وردت نصوص يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا تبدأوهم بالسلام، اضطروهم إلى أضيق الطرق إلى غير ذلك. فبعض الناس أخذوا بظواهر هذه الأحاديث واعتبروا أنه والله لا نبدأ غيرنا بالسلام. وهذه عند التحقيق والتدقيق والترجيح ستلاحظ بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان عند اللحظة التي نقض فيها اليهود العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فما أراد النبي أن يبدأهم بإيه؟ بالسلام. فعممها البعض، لأنه ما يعني لما تقرأ الحديث لا يرد فيه السياق، ولا ترد فيه الأسباب، ولا ترد فيه المناسبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن بعض الباحثين من مثل فضيلة الدكتور حاكم المطيري جزاه الله خير بحث هذه الأحاديث بشكل دقيق ومفصل وبين فيها المراد، لدرجة أنه حقيقة كان كثير من الإخوة في الغرب بالذات يسألونني كيف لا يعني يكون معي شخص في العمل وأنا آتي من الخارج ولا أبدأه بالسلام. فكنت أقول له لا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. هذه أحاديث لها خصوصيتها ولها وضعها، كأنما النبي في تلك اللحظة حولهم إلى مجموعة حرب، فما أراد لصحابته أن يعطونهم سلاما. لاحظت؟ ما تبدأونه. فهذا هو الصحيح والله أعلم. وبالتالي في إطار المجتمع المسلم وفي إطار من معنا من غير المسلمين نراعي فكرة أنه نحن والله نفشي معهم السلام ويكون بيننا وبينهم السلام العادي ما دمنا نحن لسنا في حالة حرب. هذه تقريبا خلاصة إن شاء الله لموضوع الفقرة الأولى اللي هي قضية السلام. أيوة، في هذه لو تكرمت فضيلة الشيخ يعني وقد يلتبس مثل هذا على البعض، فيعني لا يعني في هذه السلام في حد ذاتها يعني بالتحية المعروفة لديهم يعني أقدم لهم هذه التحية، يعني لا يلزم اسم السلام الشرعي الذي عندنا. نعم صحيح. فيكون إيش يعني مثلا أنت تقول السلام عليكم، السلام عليكم، صباح الخير، ومن هذه القبول لهم يعني. نعم. حتى الكاملة هي دعاء. نعم، حتى الكامل هي دعاء، يمكن أن تقال. هو لا زال في الحياة. أنت تسأل الله له الرحمة، تسأل الله له السلام، تسأل الله له البركة. وكانت هذه على كل معهودة من السلف رضوان الله عليهم أن تسأل حتى لغير المسلم، تسأل له الهداية، تسأل له بركة المال. هذا طبيعي يعني، كان هذا معهود ولم يكن فيه إشكال. بعد موته تبقى القضية حتى لا تتحول إلى استغفار وإلى طلب رحمة من الله، لا خلاص انقطع. لكن في دنياه لا زالت المساحة موجودة، ولعل الله يتغمده برحمته، ولعل الله يفتح عليه بركاته. فإن أخذناها بأنها جملة إنشائية وليست خبرية، أنك أنت والله تنشئ أن تدعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة وتدعو الله له بالهداية وتدعو الله، فلا حرج أيضا في هذا الجانب يعني. لكن كما تفضلت أنت في تحيتهم راعي ما يحبون. جميل. كأن تقول لهم صباح الخير، مساء الخير، صباح النور، مساء النور، كيف حالكم كذا. المهم يكون في إيه ما يجعلك أنت وهم تتصلون اتصالا مباشرا. جميل، بارك الله فيكم. ونحن حقيقة قد لا يسعنا المقام للتفصيل لكل جزئية، ويمكن كل جزئية تحتاج إلى حلقة، لكن ما دمنا أيضا في بعض الإيضاحات، فلعل موضوع الدعوة فضيلة الشيخ لما له من أثر حقيقة، ويعني أثره في إجابة الدعوة. بعض الناس حقيقة يتهاون في موضوع يعني إجابة الدعوة، ويمكن يراعي دعوة بعض الناس ويهمل دعوة يعني من لهم ليس لهم حظ من المقام وكذا. فالتفصيل في هذه النقطة وأثر الدعوة وإجابتها، الأثر الاجتماعي والأخوي، ثم ما يلزم منها أيضا، لأنه بعدها فيه كلام يعني. بارك الله فيكم. هو الدعوة كما تفضلت ليست حالة واحدة، الدعوات تختلف. نعم. فهنالك دعوة الوليمة، وهنالك الدعوات العادية التي يتعاطاها الأصحاب والأصدقاء، يعني تفضل معي غداء، تفضل معي عشاء، تفضل معي إفطار، كذا. هذه كلها دعوات. جميل. لكن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن الدعوة التي نص عليها في هذا الحديث وهي واجبة الاستجابة هي دعوة الوليمة. نعم. الدعوة التي يكون فيها مناسبة عرس، هذه هي
التي نص عليها النبي باعتبارها حق من الحقوق، مم. وهي سبحان الله لا تتكرر، وهذه من حكمة الشريعة. يعني الدعوات الأخرى قد تكون متكررة، نعم. كلما التقى صاحبان يدعوان بعضهم البعض مثلا، لكن الدعوة التي تحتاج منك إلى التزام، وتحتاج منك إلى نوع من الوقت، وتحتاج منك إلى أن تكون تعطيها اهتماما معينا، هي الدعوة التي يكون فيها. وهذه سبحان الله من المناسبات الاجتماعية التي لا بد للمسلم أن يعني، هي سبحان الله لا تكرر لبعض الناس يمكن في العمر مرة، عندما يكون شخص عنده مناسبة زواج، هذه كما يقولون مناسبة عمرية، قد تكون بالنسبة له خلاص إذا لم تشاركه في هذه المناسبة كأنما مناسبته التي تتعلق بعمره ومسير لم تشارك فيها. فلذلك المشاركة في دعوات ولائم الأعراس هذه هي المرادة، إذا دعاك فأجبه، لكن بقية الدعوات فهي مستحبة وليست واجبة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونحن حقيقة يعني نتلمس يعني هذه الحقوق، فيعني كيف ترون يعني أن يكون لهذه الحقوق من يعني أثر في اللحمة يعني بين مجتمع المسلمين، الأثر الذي يعني حقيقة يجعلهم متى ما فشت هذه الحقوق يعني آثارها الإيجابية على المجتمع. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. بس قبل ذلك خليني في دقائق بسيطة حتى نكمل الحقوق فقط دون إطالة، يعني جميل. اللي هي ما يتعلق عندنا موضوع وإذا استنصحك فانصح له، هذه أيضا من الأشياء المهمة جدا، وهو أن المسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه بقوله والنصح لكل مسلم. نعم. يعني هذه من الأشياء التي بايع عليها النبي أصحابه. والدين النصيحة، الدين قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأنت تنصح لكن إذا جاءك وقصدك واستشارك في أمر ما يجب أن تكون ناصحا له، لزمك. يعني هنا إذا جاءك وخصك فلازم حق من الحقوق أن تنصح له فيما تعلم. وإذا عاطس العطاس طبعا نتعرض له جميعا. فحمد الله، هنا اشترط أنك أن تشمته عندما يكون هو يحمد الله. جميل. فإن لم يحمد الله ما عليك شيء، لكن إذا حمد. طيب إذا حمد الله ونحن مجموعة، قالوا هنا على كل المسألة إما أن كل من سمع حمده واجب عليه أن يقول له رحمك الله، أو يكتفى بمن شمته. جميل. والتشميت هنا على كل، سواء هي دعوة بأن الله يجنبك شماتة الأعداء، أو التسميت بمعنى أن يجعلك من أهل السمو والرفعة وأصحاب المقامات السامية وكذا. إذا نحن عند العطاس نحمد الله، الشخص الذي يعطي يحمد الله، فإذا حمد الله وجب على الآخرين أن يردوا عليه بقوله يرحمك الله. ثم وإذا مرض فعده. جميل. هذه أيضا حق من الحقوق، وهو أن الشخص إذا مرض. طيب هل والله كل المدينة مطالبة بأن تزور شخص إذا مرض؟ قالوا هذه من الواجبات الكفائية. يعني إذا المريض قام بعض الناس بزيارته فإن ذلك يسقط الواجب عن بقية الناس. وإذا مات فاتبعه، يعني عند المرض تعوده وتزوره وتقف عليه وتطمئن على حاله، وعند موته تصلي عليه طبعا وتتبع جنازته. هنا طبعا أيضا اتباع الجنائز والصلاة عليها كلاهما من الأحكام الكفائية، الواجبات الكفائية. إذا صلى عليه بعض الناس أسقطوا الواجب عن البقية، وإذا تبعه بعض الناس ولم يتبعه آخرون أيضا فإن ذلك مما يكون إن شاء الله من فروض الكفايات. هذه باختصار في موضوع. لكن بالنسبة للآثار حقيقة التي قصدها الشارع من هذه الأحكام، الشريعة في كل أحكامها تسعى في تعزيز اللحمة الأخوية، إنما المؤمنون إخوة، تعزيز الإخاء وتعزيز المحبة وتعزيز التناصر وتعزيز الشعور بأننا أمة واحدة أو أننا شعب واحد أو أننا مجموعة واحدة. هذا الشعور لا بد أن تعززه هذه الأحكام. وفيه كما ذكرنا كثير من الأحكام التي ربما تكون لها آثار على المدى البعيد، مثل السلام. ليس فقط أنه والله السلام عليكم وعليكم السلام، السلام يجب أن يكون في كل أبعاده، اللي هو أسميه الأمن الشامل أو السلام الشامل الذي فيه كل سلام في المال والسلام في الأعراض والسلام في الأنفس والسلام في الحياة العامة، في كل أفشو السلام. فعندما يقوم المجتمع بهذه الأحكام
وما تبعها أيضا من الأشياء التي غير موجودة، مثل النصرة مثلا. أي مسلم عليك أن تنصره، أي مسلم عليك أن تستره، أي مسلم عليك أن تدعو له إذا مات. هذه كلها من الحقوق على كل. إذا مات المسلم تصلي عليه مثلا. هذه كلها حقوق تعزز الانتماء وتعزز الإخاء وتجعل المسلم يشعر بأنه ليس وحده. ولاحظ هنا حتى لو أن الشخص خرج من مجموعته غير المسلمة ودخل في بيئة المسلمين لا يكون منفردا، إنما يجد من يحتويه داخل هذا المجتمع ويكون معه، وبالتالي لا يشعر بالعزلة ولا يشعر ولذلك نص العلماء والفقهاء جزاهم الله خير على أن مسألة الهجر مثلا لم تكن إلا لضرورة. يعني منحتك الشريعة إذا كان هنالك حجة حقيقية أو عذر حقيقي أنك تهجر المسلم 3 أيام، وهنا ممكن لا تبدأه بالسلام، لكن إذا بدأك بالسلام فالرد واجب لا إضافي. فكل ذلك حتى نعزز حالة التواصل، حالة التراحم، حالة المحبة، حالة الإخاء، حالة التناصر بين المسلمين. هذه إن شاء الله من الآثار. جزاكم الله خير حقيقة على هذه الإيضاحات فضيلة الشيخ. لعل من أيضا وقفة وإشارة يعني في واقعنا الآن، وحقيقة هذه الحياة المدنية التي نعيشها قد تسلب يعني ونحن ندري أو لا ندري هذه بعض من هذه الحقوق يعني. فيعني موضوع السلام مثلا والحالة التواصلية تسيطر على حياتنا على مكتوباتنا، فهل تقفل أم الإنسان كلما اتصل عليه حقيقة أن تكون عنده حاضرة قضية في مكتوباته أيضا؟ يعني نعرف أنه يعني حتى في الكتب وكذا السلف وكذا يحرصون على البدء. لعل لو لفتتم إلى يعني أن لا تسلب هذه المدنية يعني هذه الحقوق أو هذه الآداب التي حث عليها الإسلام. بارك الله فيكم. نعم، هذه من الأشياء حقيقة اللي ربما بعض الناس حاول أن يؤلف في آداب الاتصال وآداب التلفون إنه السلام لا يسقط. نعم. بعض الناس يعني يتعامل مع القضية وكأنه والله يا أخي سلفا ما خلاص عارفينها، خش في الباقي، مش كده؟ هذه إشكالية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه والله السلام، بس قولك السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. لاحظت؟ فالقضية لا نتعامل معها بأنه والله معروفة سلفا، ما هي كثير من الأحكام معروفة سلفا، أنت مارسها، عيش هذه الأحكام. سبحان الله، هنالك مسألة مهمة جدا، وهو أن الألفاظ واللغة التي نتكلم بها تشكل تصوراتنا. هذه مسألة يجب أن حتى فلسفيا اليوم بدأت علوم الإدراك وعلوم الأعصاب وعلوم النفس أكدت بأن كل المفردات التي نستخدمها هي التي تشكل ذاكرتنا وهي التي تشكل تصوراتنا. فأنت أحرص على أنه والله مفرداتك، عباراتك، كلماتك التي تقولها يجب أن تنسجم مع ما أمرت به شرعا. فالشخص الذي يكثر السلام سبحان الله ستتشكل عنده صورة ذهنية عن السلام. الشخص الذي يتكلم عن التراحم ستتشكل عنده ذهنية عن التراحم، وهكذا. لكن الذي لا كذلك كان مشايخنا جزاهم الله خير ينبهوننا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل كل ما مر علينا اسم النبي نعم كل ما مر عليك صلي عليه، اللهم صل وسلم عليه. فهذه من القضايا. حتى كانوا يرفضون أن تختصر، مثل بعض الناس يكتب صلعم مش كده، صاد ولام وعين، لا، صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأشياء التي لا بد من التنبيه إليها. وفعلا التقنية والتكنولوجيا للأسف الشديد أدخلتنا في كثير من التساهلات في هذا الجانب، بحيث الإنسان يدخل في الاتصال ويدخل في المكالمة ويدخل أحيانا في الرسالة من غير أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، لعل يعني حقيقة أن نختم هذا اللقاء الطيب المبارك بأن يعني نشير إلى قضية هامة، وهي قضية الأسوة يعني والقدوة في هذه الحقيقة الحقوق وهذه الآداب، بحيث يكون يعني الأب والأم في البيت وكذلك الموجه يعني من داعية ومن يعني أستاذ ومن مربين وعموم الكبار وعموم، بحيث يعني هذه الأخلاق يعني تكون يعني عندهم مؤسسة وحاضرة فيه. وأيضا استصحاب يعني قدر الإمكان يعني من هم النشء وكذا، مثلا في الجنائز، مثلا في زيارة المريض، بحيث هو أيضا يعيش معنا، بحيث تكون مشاعة ومنتقلة يعني طريق عملي لمن حولنا يعني.
لو أكدتم لنا على هذا الجانب نختم بهذه الحلقة. الله يجزيك الخير. طبعا نحن للأسف الشديد يعني الآن نعاني معاناة كبيرة جدا في السياق المدني. نعم. المدنية التي أغلق يعني كل واحد قافل على نفسه ولا يحاول أن يتعرف على ما داخل شقته. حتى قد يكون لك جار لا تعرف عنه ولا يعرف عنك، لا تزوره ولا يزورك. هذا طبعا لم يكن معهودا في السابق، ولكن المدنية هذه طبيعتها، يعني طبيعة المدنية للأسف الشديد أنه إذا لم يكن هذا الجار أو هذا الشخص الذي يسكن معك في العمارة أو في الشقة يذهب إلى المسجد قد لا تعرف من هو أصلا. فهذه كلها من الإشكالات على كل التي ربما يتعرض. لكن خلينا نقول النشأة تبدأ من الأسرة. يا سلام. نعم. التنشئة بشكل عام، هنالك التنشئة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموهم أو مروهم بالصلاة في 7 واضربوهم عليها ل10. نعم. فالأمر بالصلاة قبله أصلا تعليم الصلاة، مش كده؟ لا تأمره قبل أن يتعلم أو تأخذه ليتعلم. على كل نفس الطريقة، بما أنك تأخذه إلى الصلاة يجب أيضا أن يكون داخل البيت هذه الحقوق مراعاة. فعند الدخول وعند الخروج، الشخص قادم والشخص خارج لا بد أن يسلم داخل ويسلم وهو أيضا خارج. حتى أحيانا لو داخل من الغرفة إلى غرفة تسلم، لا يضيرك ذلك شيء. وأظن كان من هدي النبي حتى السلام على الصغار. نعم، الصغار. فالتنشئة مهمة جدا من البيت. جميل. ممارسة هذه الأشياء في البيت. النقطة الثانية أيضا ممارستها في المدارس. نعم. التعليم. جميل. أن يعلم على الأسس الأخلاقية، الآداب العامة في الإسلام، مثل هذه الحقوق وغيرها من الحقوق التي لا بد. يعني اليوم إذا تكلمنا عن الحقوق، طيب حتتكلم مرة أخرى عن الحرمات. ما هي الحرمات التي على المسلم أن يجتنبها؟ هذه الحقوق. ما هي الواجبات التي يلتزمها؟ ما هي الحريات التي أفسحها الشارع له؟ هذه كلها الإنسان يتعلمها سبحان الله من خلال البيت، من خلال المدرسة، من خلال وسائط الإعلام العامة. وسائط اليوم أيضا يمكن أن تكون ساحة للتعليم. فإذا استطاع على كل المجتمع المسلم أن يجعل من الثقافة الإسلامية العامة هي الثقافة التي تروج في المجتمع، إن شاء الله سيكون تعزيز المجتمع المسلم بشكل جيد. فضيلة الشيخ، حقيقة آخر كلمتكم أن يجعل المجتمع المسلم ما يروج فيه هذه الأخلاق وهذه الثقافة وإشاعة هذه الآداب وهذه الحقوق بيننا في تعاملاتنا في بيتنا، في مدارسنا، في أيضا مختلف أنشطتنا الاجتماعية. بهذا إن شاء الله تشيع يعني هذه الأخلاق وهذه القيم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة، جزاكم الله خيرا، ونشكر فضيلة الشيخ ما تقدم به وتفضل. إلى ذلك الحين من الأسبوع القادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.